السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي ده بناتي. انتوا ولادي وحبايبي والله. ألف شكر لكل اللي يحط لايك، كل اللي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. يا رب ما تحرم منكم، وكل سنة وانتوا طيبين وفي بيوتكم متهنين وبولادكم فرحانين يجعلكم من عوادينها. حبايبي ما ننساش يا حبايبي، ندعي لشعب فلسطين وغزة، يا رب ينصرهم على من عاديهم، يا رب يرحم شهدائهم ويشفى مرضاهم. اللهم امين يا رب العالمين، وينصر جميع الدول. اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا حبايبي، قول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا جماعه الخير، انا هتكلم على الفرح بتاع علي الداوود. بص يا حبايب قلبي، بالنسبه ان في ناس داخله يعني حبايبنا، يعني بيتكلموا على ان هم اخواته، يعني بيرقصوا بعمات العريس. بص يا جماعه الخير، الفرح حلو، ربنا يديم الفرح في بيوتكم ويديم الفرح عليكم يا حبايب قلبي. الفرح بقى قليل يا حبايبي، ما بقى زي زمان. دلوقتي اللي بيعمل فرح كل حين ومين بيبقى فرح، فالناس بصراحة بتطلع طاقتها في الفرح. يعني ايه يا ام ايمن؟ يعني بيبقى فرحانين. وده يعني الفرحة اللي كان منتظرة اللي هو ابن مين؟ اللي هو محمد بن مصطفى. طبعا اول عريس عندهم، ايوه يعني يعتبر من ابنهم. طبعا عمته فرحانين انه بيرقصوا، هما كانوا بيلوموا على اللي بيرقصوا مثلا، اللي هما عمته بيرقصوا. لا يا حبايب قلبي، ده بتبقى فرحة بصراحة، هي دي بتبقى فرحة. اي حد بيبقى عنده فرح كله بيقف يرقص. في بقى بيتكلموا وبيقولوا في اختلاط، يعني الرجالة والحريم. احنا عندنا يا جماعة الخير فينا قاعات، يعني قاعة بيبقى عاملين بقى اللي هم المنقبين، يعني اللي بيبقى لابسين نقاب، العروسة اللي لابسة نقاب. كان لسه عندنا فرح من قريب، البنوتة دي كانت منقبة، هي كانوا حاطينها في القاعة وحديها وقافلين، العريس جابها ودخلها كلهم ستات وبنات، وكان جاية منقبة. شالت النقاب ووقفت بفستان الفرح، رقصت وكلهم يعني بص كله بقى يرقص معاها. أهل العريس وأهل العروسة ستات بس، ستات وبنات وصحابها، العريس في الجنب التاني، نفس النظام برضه. يعني دي وحدي ودي وحدي، زي مثلا في الدول في بيبقى عاملين قاعة قسمينها نصين للعريس وللعروسة. بس الاختلاط هنا في موضوع البلاد، هنا يا جماعة الخير فرحة، وانتوا عارفين يا جماعة بتاع الأرياف فرحهم كلها كده. بالنسبة اللي هم كانوا بيرقصوا دول عمات ومحدش غريب يا حبايب قلبي، بيقولوا ده حلمية اه يعني. ما يا جماعة الخير، احنا فرحانين ان هم اتلموا على خير. ما تنساش يا جماعة ان هم كانوا متخانقين، وشوفوا عملوا ببعض قد ايه، وكان مشاكل وخناق يعني دلوقتي لما جه الفرح لمهم كلهم واصطلحوا وكله بقى فرحان ما شاء الله. طبعا يا جماعة الخير، بالنسبة بقى انا اول مرة بصراحة اشوف في عمري ان في حصان يرقدوه هم يقفوا عليه ويرقصوا. بصراحة انا اول مرة اشوف الحصنة في اي شعب وفي اي مكان بيمسكوا الحصان ده، بيقف مثلا يركب على العريس لا مؤاخذة يعني وأطفال، وفي ناس بيبقى بيرقصوا بيه، يعني يحطوا مثلا طفل ويحطوه يرقصوا بيه. لكن من إن هم يرقدوا الحصان كده، أنا بصراحة أول مرة أشوف الموضوع ده، أول مرة والله. يعني اعتبر إن ده الحصان راقد وهم واقفين عليه بيتعذبوا. وما تنساش يا جماعة الخير إن بيتهزوا على بطنه كده، أقسم بالله أنا أول مرة أشوف. لكن بالنسبة يا جماعة الخير، احنا ما صدقنا ان هم اصطلحوا بقى حلوين وربنا يا رب يفرحكم كلكم يا حبايبي وولادي ومتابعيني وجميع أنحاء العالم. يديم عليكم الفرح، يديم عليكم الفرح يا حبايب قلبي. طبعا يا جماعة الخير، حلمية فرحانة لابن أخوها، وكل واحد بيطلع الفرغ اللي عنده. أنا عن نفسي لما بروح فرح والله كلنا بنبقى فرحانين، لأنه بصراحة العيشة بقت تعب، العيشة بقت حزن. يعني كل بيت فيه مشاكله، كل بيت فيه همه، ما بنصدق نلاقي فرح
عشان نفك. انت بتقول ايه يا ام ايمن؟ ايوه والله العظيم ما بنصدق يا جماعه نلاقي فرح عشان نفك نفسنا. انت بتصدق وتؤمن بالله يا حبايب قلبي لما كنا معدين بحاجه يعني عفش من هنا وماشيين بالطبله واللي كده كلنا بنقف نتفرج بالبلكونات، واللي الزغرط واللي تعمل والعيال يرقصوا والستات، يعني الفرح حلو يا جماعه الخير. فهم ما صدقنا بصراحه ان هم اتلموا. شوفوا يا جماعه الفرح لمهم فعلا، لمهم. وكنت بتسمع الحاجة أم مصطفى وهي تقول ده الفرحة المنتظرة فرح محمد. فيا جماعة عقبال الفرحة عندكم، ويديم عليكم الفرح ويديم عليكم الهنا ويديم عليكم العز كله يا رب. ما يدخل لكم حاجة وحشة، يجعل أيامكم أفراح وليالي ملاح يا رب. اللي طالب حاجة ربنا ينولها له بحق الليل ومساء. انت عارفة أنا بسجل لكم الفيديو ده وأنا بسحر. باكل يعني سلقت بيضة وكلتها وباكل بقى كوباية زبادي، عشان طبعا هيصبح علينا بقى الخميس. كل سنة وانتم طيبين وفي بيوتكم متهانين وبقولكم فرحانين عشان بنصوم اتنين وخميس. طبعا يا حبايب قلبي يا رب يدوم عليكم الفرح ويفرحكم بأولادكم ويصلح حال شباب المسلمين وكل ولية، كل بنوتة يعني طالبة ان ربنا يستر عرضها ويرزقها بعريس حلو ان شاء الله. ربنا هيستر عرض الولاية كله. والفرحة حلوة يا جماعة الخير، والفرح بقى قليل فعلا زي ما بقول لكم. يا رب يفرح الشباب كلها ويقوي كل واحد على طلبه ويستر عرض الولاية كلها، وكل اللي عندها شاب تفرح به ويقويهم على الجهاز وعلى البيوت وعلى فتح البيوت وعلى المسؤولية. لأن يا جماعة الخير اليومين دول بصراحة تقال الله يسعى كل حي يا حبايب قلبي. فيا جماعة الخير احنا ما صدقنا ان هم اتلموا علي الدهود ويبعد عنهم ولد الحرام ويبعد عنهم الحاسدين والحاقدين ويفضلوا حلوين ويا بعض كده يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يشفي بقى الحاجة ام مصطفى وتبقى قاعدة في وسطيهم. ويا رب يا حلمية عقبال ما اتجوز طارق كده وتفرحي به، وزاهية برضه اتجوز ولادها، وكل اللي طالب حاجة ربنا ينولها له ويديم عليهم الفرح والهنا والصحة والسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلب حبايبي انا والله ما عارفه اوفق جميلكم عليا ازاي. انتوا السند ليا بعد رب العالمين، انتوا اللي سندتوني وانتوا اللي وقفتوا جنبي. ربنا يستركم دنيا واخره. ويا جماعه الخير كل سنه وانتوا طيبين. والله العظيم والله اني ما انا عارفه كف جميلكم على دماغي ان انتوا واقفين معايا في القناه. يا رب ما اتحرم منكم يا حبايب قلبي. وكان كلامي وفيديو على عائلة داود بالفرح، وربنا يتم عليهم الفرح كلهم يا رب ويفرحوا ويتهنوا ويبعد عنهم اي حاجة وحشة. الحمد لله. الاخوات عمرهم ما يستغنوا عن بعض يا حبايب قلبي. والله يا جماعة الاخوات الدخل بيناتهم خارج، وفعلا اهلك لا تهلك. ربنا يديم عليهم المحبة والرضا. وعقبال ما ربنا يرجع حسام كده بألف سلامة إن شاء الله برضه ويبقى في وسطهم بإذن الله. حبايبي ما تنساش اللايك بقى لأم أيمن، واللي ما اشتركش في القناة يشترك يا حبايب قلبي. حفظ الله مع ألف سلامة.